الأين تحية للكاتب العام. معنا الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل الفرع تنغير في إطار الجمع العام اللي دار ديال عمال النظافة والحراسة، مجموعة من المطالب ديالهم، مجموعة من المشاكل اللي كيعانيوها، غادي نعقدوا هذا الجمع وأيضا في انتخاب جمع سميتو المكتب جديد. السيد الكاتب العام مرحبا، تفضل. هذا الجمع العام يأتي من أجل إعطاء دفعة جديدة للاتحاد المغربي للشغل تنغير، وتيهم واحد الفئة اللي هي مستغلة مضطهدة، الناس تتعرضوا لأشكال الحيف والخروقات من طرف المشغلين ديالهم. حنا تمنينا أن هذه الشركات يكون عندها حس وطني وحس إنساني وحس أخلاقي، وتعاود تهيئ ظروف أحسن لاشتغال العمال. حنا الخروقات اللي شفناهم والاختلالات اللي شفناهم راسلنا الشركات، راسلنا النيابه الاقليميه. يعني ماشي شركه واحده استاذ، شركات مجموعه من الشركات، كانت شركات وكتبدل الشركات كل مره الى غير ذلك. المهم حنا درنا ما يتعلق بهذاك النضال الورقي، المراسلات وكذا وكذا، راه صيفطناهم. الناس ما عندهمش استجابه، لانهم ما تيامنوش بان درتوا شي حوارات مع النائب الاقليمي للتعليم. النائب الاقليمي يتهرب من تحمل مسؤوليته في هذا الصدد، تيقول لك اودي انا ما عنديش علاقه بسميتو. حنا تنقول ليه انت صاحب المشروع، انت اللي درتي السي بي اس، انت اللي درتي سميتو، ودفاتر الشروط العامه الاداريه اللي كتعمل الصفقات المعموله لصالح الدوله تتحدد المهام ديال صاحب المشروع في حمايه العمال. حنا خبرنا باش زودنا بالنصوص القانونيه الى غير ذلك. تنتمنى انه يعاود يراجع القانون. حنا ما كلامنا كاع يمكن نعتبروه ما يسمعش كلامنا، ولكن يسمع القانون شنو اللي تيقول، لان الحاكم في نهايه المطاف هو القانون. اذا المطالب ديال العمال اولا الحد الادنى للاجور. عندنا شركات تدخل ديال النظافه، الحد الادنى للاجور شحال تقريبا؟ الحراسه تدخل السوق 36,000 ريال، وهذا لم يصل الى الحد الادنى للاجور. ما تتعطيهمش بطاقه الشغل، العطل، الساعات الاضافيه الى غير ذلك. حنا تنشجلوا ان شركه حياه المبوس دارت واحد التغيير نوعي سميتو، ولكن هذا لا يصل الى الحد الادنى القانوني. فيما يتعلق بشركه النظافه، هنا فين كاينه الكارثه وكاين الاستغلال البشع للعمال، وتنتمناو ان هذا الوضع ينتهي، وتنطلبوا من جميع الجهات اللي كتحمل المسؤوليه في الدفاع على المصالح ديال العمال والحمايه القانونيه للعمال، تنطلبوا منها انها تدير الواجب ديالها. تنطلب السيد العامل باش يفعل اللجنه الاقليميه للمصالحه، تنطلبوا السيد النائب باش يتحمل المسؤوليه ديالو، فالزام الشركات باش تطبق القانون، دفاتر التحملات. تنطلبوا الناس ديال لا سينيسيس، الاداره الجهويه ديال لا سينيسيس والاداره الوطنيه تجي باش دير تفتيش توقف على الوضع المشاكل اللي كاينه. تنطلبوا من مفتي الشغل يتحرك باش ينصف هاد العمال، خاصه العاملات ديال النظافه، لانهم واصلين واحد المستوى لا يطاق. عندنا واحد الحالات ديال واحد العدد ديال الاخوان في نقابه عمال الحراسه والنظافه مطرودين من العمل ديالهم. وهنا تنذكروا الارواح ديال واحد جوج من الاخوان اللي توفاو، محمد بن عدي وشباش، كانوا من المطرودين تاثروا بداك الشيء، مرضوا، تأزمت الحاله النفسيه ديالهم وتوفاو. وهذا الوضع هذا بدون تعويض، بدون دفع الانسان الى سميتو، وتركوا في واحد الوضعيه مزريه حتى يلاقي الموت، وهو يتجرع مراره الطرد التعسفي من طرف هذه الشركات هذه. اذا هذا الامر هذا ما غاديش نقبلوا به كاتحاد مغربي للشغل، وكان النقابه ديال العمال متميزه بالوحده ديالها والاتحاد ديالها والتكاتف ديالها. حنا تنطلبوا الناس من اجل الجلوس لحوار بناء وجدي غير لاي توتر. حنا ما بغيناش نوصلوا لاي توتر، بغينا نحلوا المشاكل ديالنا كما يحلوها الناس في دول ديمقراطيه وفي المجتمعات
نجلسوا نتحاوروا نعطيو للناس داكشي اللي عطيوهم القانون والسلام. وبالنسبه لواحد اخر نقطه وسمح لنا بزاف، واش كاين شي تضامن معكم يعني على الصعيد المحلي والجهوي والوطني ولا ما مع الهيئات المحليه؟ معلوم هاد الناس هادو جميع الناس اللي مطلعين على القضيه ديالهم تيسجلوا التضامن ديالهم مع هاد العمال، انهم فئه مستضعفه، فئه تستغل استغلال بشع. لا واش كاين شي وقوف نيت اجرائي عملي ولا غير هكا فقط؟ وقوف. وعندنا دابا في الاتحاد المغربي للشغل، فالمجلس الوطني الاخير ديال الاتحاد المغربي للشغل، الاخ الامين العام يدعو الى هيكله وطنيه للناس ديال الحراسه والنظافه. سجل التضامن الكامل ديال النقابه والامانه العامه للاتحاد المغربي للشغل مع هاد الناس اللي كيتستغلوا. كذلك بالنسبه للنقابات الاخرى اللي معنا في الاقليم كنتعاطف مع هذا المواطنين عامه، الناس اللي تنجلسوا معاهم واللي تنسميتو تيسجلوا التعاطف ديالهم مع هذا الملف هذا ديال عمال الحراسه والنظافه اصبح قضيه راي عام في المنطقه، وخص الوضع يتصحح. ما يمكنش نقبلوا بهذه الاستمرارات الوضعيه ديال بمعنى في قابل الايام غتكون شي تحركات معينه على حساب المكتب. حنا نتمناو القانون والدستور تيكفل للناس حق الاضراب، تيكفل لهم الحق بالقيام بجميع الاجراءات النضاليه اللي كيستوجبها بحل مثل هذه المشاكل. حنا تنتمناو ما نوصلوش لهذه القضيه. الناس فرضوا علينا اشكال نضاليه باش غادي يدار حدود السلميه وحدود القانون وحدود ما يستوجبه القانون، القوانين ديال الدوله وسميتو غادي نتحركوا باش هاد العمال يتنصفوا. وقت سبق لنا في الاتحاد المغربي للشغل، سبق لهاد العمال ان خاضوا اعتصامات بطوليه في النيابه ديال تنغير، دامت اكثر من شهر في الاعتصام الاول، شهر اخر في الاعتصام الثاني، اضرابات الى غير ذلك. المحاكم غادي نديروا كل ما في وسعنا من اجل تصحيح هذه الوضعيه، ولكن قبل ذلك تنتمناو ان الناس كما نشدناهم من قبل يتحلوا بروح المسؤوليه الوطنيه والمسؤوليه الانسانيه والاخلاقيه، وينزلوا يتحاوروا مع العمال ويحسنوا لهم الوضعيه ديالهم. هذا ما اللي كنتمنى. السيد الكاتب العام المحلي لنقابه الاتحاد المغربي للشغل، شكرا جزيلا لك.